لا يكفي المجرم لذة الدم، بل يوثق الجريمة بمشهد يرتاح لتكراره دون أن تحرك صرخات الضحايا أي من ثنايا الوجدان عنده. في فيديوهات حصل عليها المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية، يظهر الملازم أول مالك أحمد من جيش النظام السوري وهو يصور لقطات يستعرض فيها أنفة المجرم في سحنته ليحرق في سجائره أي شعور متبق هنا أو هناك في صدره. ينتقل إلى خلفية المروحية يحيي زملائه الذين يحرقون أيضا بدورهم أي ضمير مستتر أو ظاهر، وبعدها تنفذ الجريمة فيلقون البراميل المتفجرة ليغرقهم شبق الدم في بهجة لا يفهمها سوى المجرمون. تظهر الفيديوهات التي صورها الطيران بنفسه استخدام النظام السوري لتطبيقات عادية على الآيباد في تحديد أهدافه دون أي حسابات عسكرية أو اختصاصية، فيضاف إلى الجريمة عنصر العشوائية الوحشية. البراميل التي تظهر هنا محشوة بمادة TNT وكل ما يمكن أن يتخيله العقل من خردوات الحديد، فتفعل فعل القنابل المحرمة دوليا، تحول الإنسان إلى أشلاء وقطع من اللحم المنثور، فيبدو فعل القتل إنسانيا بجانب الفعل الذي يحدث هنا. رغم تحليق القتلة هنا عاليا عن أرض يفجرونها دمارا وموتا، إلا أننا تمكنا من تحديد مواقع سقوط البراميل، حيث يرجح أنها قريتي عين الجوزة وملك شيلة في ريف اللاذقية، وهي مناطق مدنية بحتة لا تواجد عسكريا فيها. هنا أفرغ الطيار مالك حمولة مروحيته كاملة كما تظهر الفيديوهات، وبعدها عاد وسط السحب ليمضي ليله ساخرا مع زملائه من الدماء البهدورة على أيديهم. حسين وحش المعارك. معجبا بالمتفجرات التي يملكها في طائرته، قاد هذا الضابط طائرته للهلاك. اقترب من الأرض قليلا ليرى منظر الدماء عن كثب فوقع بيد الثوار. ويذكر أن عدد ضحايا البراميل المتفجرة في سوريا بلغ منذ بداية استخدامها منتصف العام 2012 نحو 11,000 مدني بحسب منظمة العفو الدولية، أنكرهم رأس النظام بشار الأسد في مقابلة له، وأنكر استخدام جيشه للبراميل المتفجرة. ليأتي هذا الفيديو دليلا قاطعا على كذب من يطلق عليه لقب رئيس الدولة. والبراميل المتفجرة هل تنكرون بأن قواتكم تستخدمها؟ ما أعرفه عن الجيش هو أنه يستخدم الرصاص والصواريخ والقنابل، لم أسمع عن براميل أو ربما أواني الطبخ المنزلية. عشوائية في القصف ودمار وقتل عبر مواد بدائية تحتويها البراميل المسقطة. ولا يزال تزويد الثوار في سوريا بمضادات الطيران إحدى الخطوط الحمراء التي ترفض الدول التراجع عنها، وكل ما بيد الثوار هو بضع طلقات لإبعاد طائرات الموت فقط لا غير. هذه الجريمة الموثقة هنا هي برسم المجتمع الدولي، فهل من مجيب؟